بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نقل تلفزي مباشر ياتيكم من هنا من المركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات بين فريق الوداد الرياضي وفريق اولمبيك اسفي، مقابله من المقابلات الهامه لفريق الوداد الرياضي على اعتبار انه يصبو جيدا لتحقيق لقب هذا الموسم، وايضا هامه لفريق اولمبيك اسفي الذي يتواجد في الرتبه الرابعه وطموحه كبير لتحقيق نقاط اكثر، الارتقاء اكثر على مستوى سبوره ترتيب الدوري الوطني المغربي نحو الصداره. اذا هي لحظات فقط وستعطى ضربه البدايه من محبي وعاشقي الوداد، وايضا هنالك محبي وعاشقي المواجهه بالاضافه رقم 30 سليمان المراني، 33 منصف عمري، و99 هنالك ياسين كرداني. نعم، حاضرين ويتابعون تفاصيل هذه المواجهه بصوره جميله. جماهير فريق الوداد الرياضي من المدرجات تقدم هكذا ابداع، وهكذا صفوف الوداد سيف الدين بورا، هشام بوسفيان، ايوب العملود وغيرهم. ونشوف هنا الانطلاقه لهذه المواجهه من جانب فريق اولمبيك اسفي، ياسين كرداني منصف الرياضي، الاستعانه بالكره الطوليه، صوب سيف الدين بورا ينزل الكره بالصدر لإنسان بشكل ممتاز، تمريره داخل منطقه الجزاء، كره من سامبو الى خارج الخط الخلفي للملعب. جماهير اليوم تهتز في المدرجات، شوف الصوره الكلمه على اعتبار المسانده الجماهيريه ودور الجمهور كبير. الرياضي اولمبيك اسفي، المغرب الفاسد جيش الملكي، كره اماميه، محاوله المرور بين الفاس، كره ممتازه، تصويبه، جول جول جول. ويظهر ان اولمبيك اسفي فعلتها مبكره. محمد المرابط يضع الكره في المرمى، يمنع الجماهير الوثيقه اليوم. شوف الجماهير الوسيس، نعم، جماهير الوسيس التي تحضر في المدرجات والتي تساند فريقها. يظهر على ان محاوله كانت بهذا الشكل وبهذه الطريقه. نشاهدون العمليه الهجوميه، كره ممتازه من الجهه اليسرى للاولمبيك اسفي، تصويبه، جول جول ودادي بالنيران الصديقه، الاقدام المسفويه تنادي، والهدف يكون في الشباك، شباك ياتي، هدف في شباك الحارس. نقص بعض الشيء، تمريره من الجهه اليمنى، ما كاينش هنالك تسلل، كان يقول الحكم فرصه داخل منطقه الجزاء الراسيه، جول 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 ودادي، جول ودادي ياتي من جانب جلال الدادي، يضع الكره في المرمى براسيه بديعه. نعم، هدفان مقابل هدف واحد في مباراه اليوم، هدفان مقابل هدف واحد في مباراه اليوم. انا بقول لكم من اختار مشاهد الافلام في مباراه اليوم. فرصه اماميه في اتجاه بونيفاس، يحاول يوصل كورتورا والحارس والمطيع، كره اماميه والمطيع مره ثانيه، هنالك راس حربة، كرة أمامية والعارضة الأفقية تنوب عن الحارس، مردود تمريرة جانبية، فرصة داخل منطقة الجزاء ومباشرة إلى خارج، كرة ملعوبة أمامية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، رأسية ومباشرة إلى خارج الخط. وتصدي من جانب الحارس، تعود من جديد، تصويبة، كرة من جديد، إمكانية الاستلام من الجهة اليمنى، بوسفيان، مراوغة، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف الودادي، تصويبة والحارس، والكرة من جديد مستمرة ودادية. ونجم يراوغ، ونجم يمرر، تمريرة داخل منطقة الجزاء، راسية، جول، ولكن المنصف عمر يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، والحكم يقول واصل مشتي لاجل الدخول. شوف الصورة، شوف ماذا يحدث هنا في مصر الجهه اليمنى، والعملود ايضا بامكانه ان يكون قناص، لاعب قناص. صورة في المدرجات تعطي لك دلالة المساندة الجماهيرية المشروطة، والحوار فريق اولمبيك اسفي، كرة تنفذ على يمين الحارس مطيع، التغطية من جانب الدفاع وإبعاد التحضير، إمكانية التصويب، تأييد، تحضير، تصويبة، ولكن مباشرة إلى خارج الخط. بين عند مرابط يصوب، كرة ممتازة، الحارس يصد الكرة الماضية.
تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء. كره تنفذ بهذا الشكل ولكن في اخر مطاف عن طريق سيدي بورا. سيدي بورا يدخل يخترق يدخل داخل منطقه الجزاء. سيدي بورا محاوله كره تنفذ بهذه الشكل وبهذه الطريقه والحكم طالب بضربه جزاء. لاحظوا هنا الصوره الزاويه مره ثانيه. لاحظوا إذا يقر بضربة جزاء. محاولة ضربة جزاء تأتي بهذا الشكل وتسجل. يحيى جبران يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث للوداد. 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة اليوم. لا زال سفان يدون.